الفيلم الكوميدي حملة فريزر اللي كان بيتكلم عن ريموت ومن خلاله تقدر تتحكم في الطقس وتسيطر على العالم. طبعا كلنا وقتها ضحكنا واستمتعنا بالفيلم، بس عمر ما حد فكر هل ممكن تتحكم في العالم فعلا من خلال الطقس، وهل ده حقيقي؟ كل ده هنعرفه هنا في صوت وفكرة. ويلا بينا نبدأ الفيديو. أهلا وسهلا بيكم في برنامج صوت وفكرة. هنا هتسمع المعلومة بشكل مختلف، وتابعنا علشان تفضل دايما سابق بخطوة وفكرة. في الأول لازم تعرف إن فكرة إنك تتحكم بالطقس دي اسمها الحرب الإيكولوجية، وأول مرة حد اتكلم عنها في أواخر الأربعينات وبداية الخمسينات، لما عالم الرياضيات الأمريكي جون فون نيومان بالتنسيق مع البنتاجون اشتغلوا على أبحاث في تعديل الطقس، وكانوا متوقعين وقتها إن هيبقى في نوع من الحروب المناخية اللي محدش يقدر يتخيلها. وأول مرة أمريكا استخدمت الأسلحة الإيكولوجية كان في حرب فيتنام، لما استخدموا حاجة اسمها بودرة السحب، وده علشان يطولوا موسم الأمطار ويأثروا على العدو. وسنة 1993 أنشأت أمريكا هارب بالاشتراك بين القوات الجوية والبحرية الأمريكية، وتحولت إدارته لجامعة ألاسكا في 2015. والهدف الأساسي من هارب إنه بيدرس طبقة الإيونوسفير، ودي المنطقة العليا في الغلاف الجوي اللي بيحصل فيها تفاعل بين الإشعاع الشمسي وجزيئات الغلاف الجوي، وبيعتمد عليها البث الإذاعي والموجات الطويلة، وبيدرسوا تأثير موجات عالية التردد عليها. وبعدين المشروع اتطور وبقوا يستخدموه في الاتصالات العسكرية والتشويش على الرادارات، وكمان انتشرت نظريات بتقول إنه ممكن نستخدمه في التحكم بالطقس والزلازل والفيضانات والاضطرابات المناخية المصطنعة. وده يفسر لك كل الأزمات اللي بتحصل دلوقتي، زي السيل القوي اللي حصل في اسكندرية من فترة، واللي حصل في وقت مش متعودين يبقى فيه أمطار، لأ وكمان وبقوة غريبة. ده غير التسونامي اللي بتحصل في البحر المتوسط، والسيول اللي ضربت بنغازي وحرايق كاليفورنيا وباكستان اللي تعرضت لفيضانات رهيبة، ومئات وآلاف من الناس غرقوا وملايين من الأبدنة غرقت، وده أثر على حياة 33 مليون شخص. وكمان إنتاج الكهرباء في السدود على نهر الباجست في الصين قل بنسبة 51%. ده غير إن وادي نهر السند تعرض لأشرس الفيضانات في تاريخ، وسجلت الأمطار في إقليم السند وبلوشستان معدلات أعلى من الطبيعي 7 مرات. والدليل على إن الإنسان يقدر يتحكم في الطقس هو الإمطار الصناعي اللي بيحصل في عدد كبير من الدول، زي الإمارات اللي نجحت إن هي تعمل استمطار صناعي في الصحراء. طب إزاي بيتم التحكم في الطقس؟ بيتم التحكم عن طريق إن طيارات بترش معادن في الجو، وبعدين منشأة هارب اللي اتكلمنا عليها من شوية بتبعت موجات راديو علشان تنشط المعادن وتغير حالة الطقس. بس في خبراء قالوا عن طريق AAB Fact Check إن هارب ملوش أي تأثير على حالة الطقس في التوقيت اللي بتطير فيها الطائرات. طب هي أمريكا بس اللي بتحاول تسيطر على العالم من خلال الطقس وروسيا والصين هيتفرجوا عليها؟ أقولك لأ طبعا، روسيا وقبلها الاتحاد السوفيتي بدأ يهتم بفكرة الأسلحة الإيكولوجية من منتصف القرن العشرين بالظبط بعد الحرب العالمية التانية، وخصوصا بعد ما أمريكا عملت حرب. وكردا على ده روسيا أنشأت مشروع ثورة، وده شبه مشروع حرب الأمريكي. والصين طبعا مش هتقف تتفرج على التطور اللي بيوصلوا له أمريكا وروسيا، لا ده في تقارير بتقول إن الصين بتطور أسلحة بتأثر في الدماغ، ودي أسلحة متصممة علشان تغير نشاط الدماغ لدى القادة العسكريين، وده علشان يعملوا جنود خارقين. ولو حابين الموضوع اكتبولي في الكومنتات وأعمل لكم حلقة كاملة عن ازاي تكونوا جنود خارقين. وزي ما شفنا ان الحرب الإيكولوجية مش مجرد خيال علمي ولا فكرة من أفلام، دي واقع بيتشكل وبيتطور بسرية شديدة حوالينا. فهل المستقبل هيكون في ايد العلم اللي بيخدم البشرية، ولا في ايد التكنولوجيا اللي بتتحول لسلاح مدمر؟ وهل بتعتقدوا ان الحرب الإيكولوجية بقت قريبة؟ ما تنسوش تقولوا لنا رأيكم في الكومنتات، واستنوني في حلقات جاية كتير، وسلام.